يعني انا زيكم مندهش. ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ سوريا في مأساة. احنا مع الشعب السوري، مع اختيارات الشعب السوري. انما النهارده بنشتم في بشار في الاستاد لما امريكا امبارح قالت انا هبعت سلاح لبشار، هبعت سلاح ضد بشار. لما امريكا قالت ان سوريا بتستخدم اسلحه كيميائيه. اشمعنى ده حصل النهارده؟ رئيس مرسي بيحكم بقاله سنه. حكايه سوريا داخله على 3 سنين، فاضل لها 6 اشهر تبقى 3 سنين، يعني مش حكايه جديده. فايه ده؟ يعني عايز افهم ايه ده؟ هل ده رد على الحاجات دي كلها؟ رد على اللي حصل للرئيس امبارح في الصلاه؟ لان ما حدش فينا سمع خالص امبارح. احنا قاعدين نشتغل اهو وبنتابع الاخبار لحظه بلحظه. ما حدش فينا سمع ان في تجمع في الاستاد، في الصاله المغطاه في الاستاد يوم السبت لنصره الشعب السوري. وبعدين سوريا في مشكله فيها كبيره، في مشكله فيها كبيره جدا معقده، ما نقدرش ناخد فيها قرار. احنا مع الشعب السوري، ما احناش ضد حد، احنا مع الشعب السوري. احنا فين بقى؟ احنا قلنا ان احنا ضد بشار. الرئيس قال الكلام ده، وبعدين رجع لما راح روسيا قال كلام تاني. انا مش فاكر نصه عشان كده مش هقوله، بس قال كلام معنى تاني. فانا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. دلوقتي بقينا ضد بشار رسمي كده، وضد روسيا، ضد جزء من الشعب السوري، لانه ما انتش عارف ايه اللي بيحصل. بشار حاكم ظالم، ايوه، والجيش الجهادي السوري فيه مشكله. سوريا بدات بثوره حقيقيه، الشعب السوري قام بثوره حقيقيه، لكن دخل بعد كده جهاديين وناس وبتاع وحاجات والدنيا اتبعترت وباظت. بقى ده ليه اخطاء وده ليه اخطاء، فما انتش عارف ايه الموقف بالظبط. ما انتش، الحكايه مش واضحه، حتى الشعب السوري نفسه منقسم. فانت ايه الهيصه اللي انت عاملها دي؟ انت بتعمل استعراض ساذج للقوه. بس احنا بنقدر نواجه هذه القوه بان نقول للناس دول 16,000 ما يساووش حاجه، ما يساووش ربع متر في ميدان التحرير، ولا ربع متر عند قصر الاتحاديه. 16,000 اول عن اخر، ولا حد يقول لنا 100,000 ولا 200,000 لان ما فيش مكان. الصاله بتشيل كده، يعني اهو زي ما انتم شايفين الصاله بتشيل كده، وكلهم كل واحد قاعد على كرسي مستريح ومستقر. الصاله بتشيل 16,000، وافتحوا النت وشوفوا اقروا. احنا مش جايبين المعلومات دي من عند خالتي. انما اللي بيحصل عن يميني دي استعراض ردا على غضب الناس من 30 يونيو لاستعدادهم ليه. اللي بيحصل قدامي ده شيء لا يليق بمصر اطلاقا، ودي مش مناصره للشعب السوري. وثم ان مناصره الشعب السوري مش بمظاهره في الاستاد، ما كانش يستدعي هذا كل الهيصه دي ابدا. انت لو عايز تناصر، لو الرئيس عايز يناصر الشعب السوري يبعت له حاجات، يبعت له اكل، لانه عندهم مشاكل جامده جدا جدا جدا. يبعت له بطاطين، يبعت له مش عارف ايه، يبعت له ادويه، يبعت له. هذه هي مناصره الشعب السوري، ثم مناصرته بتأييد رسمي من مصر. أيد زي ما انت عايز، ما قلناش حاجه. انما مجرد التأييد من مصر دي مناصره للشعب السوري. انك تفتح للشعب السوري البلد يعيش ويطمئن ويعيش في وسط المصريين كويس ومطمئن. ال 700,000 ولا 300,000 اللي دخلوا يخشوا ويعيشوا في وسطينا معززين مكرمين. انك تسأل عليهم وتطمن عليهم وتشوف اشتغلوا ولا ما اشتغلوش. هذه هي مناصرة الشعب السوري، مش بمؤتمر كده كله زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين على اليمين اهو، اللي كلهم اللي بيخطبوا لهم ملامح خاصة. دي مش قيمة ومش هتؤثر في الناس ومش هتاكل مع الناس. انا اظن ان انا بعبر عن قلوب الناس اللي قاعده تتفرج، لان انا سالت زمايلي كلهم، كل اللي قاعدين هم المصورين وبتاع، شايفين ان دي حيله خفيفه قوي وساذجه قوي.